شكرا. تالية المجلس على اتصال به حضر الوزير جلسة أمس، فشكرا لهيئة الرئاسة على حرصها الشديد والتواصل مع الحكومة. أما بالنسبة وطلب من أعضاء مجلس النواب أن يتعاونوا، لم طلب، بل أنه اتهم معظم أعضاء مجلس النواب بأنهم من وراء التقطعات والطرقات والانفجارات وقطع أنابيب النفط وتدمير أبراج الكهرباء وضرب الطيران بدون طيار، وأفاد أنه تم تنفيذ نسبة 95%. أنا أرى أن هناك اسم وزير لوزارة الداخلية، ولكن لا يعلم عن هذه الوزارة بشيء، فلا نعلم من هو يقود وزارة الداخلية من وراء الكواليس متسببا الانفلاتات الأمنية في البلاد. وشكرا.